الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده عيد الفطر، كل سنة وانتم طيبين. أنا عاوز أقول لكم على حاجة بس صغيرة قبل ما أبدأ. الفيديو دوت انا ما حضرتوش، فالكلام اللي طالع مني ده فهو طالع من القلب، طالع لكم انتوا. تمام. فانا بقوله لنفسي قبل ما اقوله للساده المشاهدين. رمضان خلص، والتراويح خلصت، والصيام خلص، والتهجد خلص، والقرآن خلص. تمام. ده فين ده؟ عشان بس محدش ينكر عليا. ده انا بقول لك اللي بيصوم رمضان كفرض وعاوز يقضيه باي طريقه، خلاص بقى مش رمضان خلص، ما عادش يصلى بقى. والقرآن خلاص، ما نحطه زينة بقى، مصحف نحطه بقى في الجماعة بقى بتوع زمان، نحطه في النيش بقى. تمام. نحط مصحف في النيش بقى، خلاص ما عندناش عاوزينه في حاجة. لما رمضان جاي بيجي بنطلعه. تمام. ويقول لك الصلاة، ما احنا رحنا الصلاة ده 30 يوم يا عم كنا بنصلي، هنصلي فين أكتر من كده؟ هنصلي أكتر من كده فين؟ دولت أناس ربنا أراد أن يثبتهم وهم طلعوا من رمضان بولا حاجة. مثلا عندنا كده يقول لك إيه؟ طلع من المولد بلا حمص، ما طلعش من رمضان بأي حاجة. تمام. في ناس بقى تانية، ناس جميلة، الناس الصالحة بارك الله فيها وجعلنا منهم، اللي هم رمضان دول تستغلوه عشان يعرفوا يقووا علاقتهم بالقرآن. بعد ما يطلعوا من رمضان يكونوا عارفين بالقرآن أكتر، ويقروا القرآن بتدبر أكتر، ويكون رمضان ده التراويح أعانتهم على قيام الليل. وانت بتيجي تبص انت في رمضان لو صليت تراويح بس، ما صليتش معاهم ركعتين حتى قيام ليل غير ال 11 ركعة بتاعت التراويح، فانت صليت كام ركعة في رمضان؟ 330 ركعة. لو صليت ال 11 ركعة بتاعت التراويح بس، فانت صليت 330 ركعة في الشهر. فده دافع انه يخليك ان انت تحافظ على التهجد بعد كده والقيام بعد رمضان. في ناس صالحة بتعمل كده. انت رمضان خلص، القرآن ما خلص، الكتاب ده اهو ما قفلش، ما فتحتش المصحف ما لقيتش فيه كلام. تمام. ما فتحتش مصحف لقيت الكلام فيه اتمسح ومكتوب لك كده هنا، مش هتلاقي مصحف مكتوب لك في هنا سنتين من نزول القرآن كمان 12 شهر في رمضان القادم. لا، ما قالكش كده. القرآن مفتوح، القرآن فيه القرآن إلى أن تقوم الساعة. فمش رمضان يخلص من هنا ترمي المصحف من هنا. لا، مصحف دوت ربنا أنزله علشان نتدبر ما فيه، وفيه أحكام، وفيه حاجات جميلة جدا لأصحاب الجنة لازم نكون إحنا عارفينها علشان نسعى، وفيه حاجات وحشة أوي لأصحاب النار لازم إحنا نعرفها علشان نبعد عن المعاصي والذنوب. تمام. الجوامع ما تهددش، الجوامع موجودة. تمام. والخمس صلوات زي ما هم، والله ما هيضيعوا إلا أن تقوم الساعة. مش هيخلصوا غير لما الساعة تقوم وكل اللي في الدنيا دي يموت. تمام. فأنت لازم تحافظ على الصلاة، لأن الصلاة مش في رمضان. في رمضان الصلاة مش فرض وبعده فرض، أو العكس يعني. تمام. أو مثلا ربنا بيكون شايفنا في رمضان وأيام تانية لأ، والعياذ بالله. فأنت لازم تكون محافظ على الصلاة في رمضان، وبعد رمضان تكون ده دافع إن يخليك تكمل. خلاص انا بقالي 30 يوم محافظ، مش عاوز اقطع، وربنا بقى انا ربنا هداني مش عاوز ارجع تاني. لان انت تعرف ان انت صبرك على الاستقامة وصبرك على الصلاة، الحاجات دي والله 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 اهون من ان انت تنتكس وترجع. والله العظيم يا اخواني، افضل واحسن من ان انت تنتكس وترجع. تمام. فاحنا من بعد رمضان اهوت، اول ايام العيد، اول يوم في شوال، مش عاوزين نبوظ العلاقه مع ربنا. احنا العلاقه حلوه مع ربنا بقى لها كام يوم اهي، مش عاوزينها تبوظ بقى. عاوزين ربنا يرضى عننا. اصل الرضا ده ما بيجيش بالساهل، التوفيق والرضا ده ما بيجوش بالسهوله والله العظيم. لازم تكون انت مقدم مقابل عشان ربنا يرضى عنك. تمام. ما هو بص، هو ربنا غفور ورحيم.
تمام، فهو هيغفر لنا ويرحمنا ويرضى عنا والحاجات دي كلها. بس امتى لما نرجع له؟ ما هو ربنا اصلا عزيز. تمام، ربنا مش هيلاقينا كده بنبعد عنه وفي الضلال وماشيين هيغفر لنا كده. لا، ده احنا لازم نتوب. وزي ما يكون ايه، ربنا مستنيك بس تاخد التكه دي وترجع، وربنا بقى هيظبط لك كل حاجه بعدها. تمام، ما اصل ربنا عزيز زي ما انا قلت، مش هيلاقيك انت بتعصيه وتعصي امره وهيغفر لك كده. تمام، وانت لازم تكون مقدم حتى مقابل صغير ان انت ترجع لربنا. حلو الكلام. هو الموضوع راح بعيد شويه عن موضوع الفيديو، بس موضوع حلو، موضوع لازم نتكلم عنه. تمام، انت لازم تاخد الخط تقول اللهم اني تبت اليك توبه نصوحه كده من قلبك، اللهم اني استغفرك واتوب اليك. تخش بقى توفيق ربنا. تمام، نيجي بعد كده بقى قلنا القرآن والصلاة، ما القرآن ما خلصش والصلاة ما الجامعة ما تهدتش. تمام، قيام الليل الجمال كله والعجب العجاب، كنت عامل انا فيديو عنه قبل كده. قيام الليل ده ربنا نزل سورة المزمل على الرسول عشان يقوم الليل. قوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. تمام، قم الليل إلا قليلا، يعني شوف كان الرسول بيقوم الليل كله إلا قليل بس كان مرتاح فيه. لا يا عم، أنا ما بقولكش قوم الليل كله، أنت لو تقدر تعملها فأنت بطل عملت اللي محدش يعمله. لا بس أنا جاي أقولك دلوقتي يعني بسيطة إن شاء الله هتخلوهم حتى ركعتين وركعة الوتر 3 ركعات. لو أنت ميت خالص مفيش خالص، بعد صلاة العشاء صليك ركعتين وركعة الوتر. لو أنت بتكسل يعني تتوضى وكده بالليل من أول الساعة 12 أو بعد العشاء، صلي العشاء وصليك ركعتين وركعة وتر مثلا. بس حاول على قدر الإمكان إن أنت ما تقطعش الوتر والقيام لحد رمضان الجاي واللي بعده إلى أن يشاء الله. تمام، فدي بعض حاجات كده يعني أنا حاولت أطلعها من قلبي، والله يشهد الله إن أنا محضرتش في الفيديو ده، هو كلام طالع من قلبي كده ليكم من بق قلبكم على طول. تمام، فيلا نبدأ من النهارده نحاول نحافظ على الحاجات دي، نعمل لنا ورد قرآن يومي، لو حتى 3 4 5 صفحات في اليوم، أو تقرا صفحة واحدة وبالتفسير بتاعها، يا سلام عليك أنت عملت حاجة جميلة. أو تحفظ القرآن مثلا، تبقى عملت حاجة أجمل وأجمل. تمام، فبس كده مش عايز أطول عليكم بقى عشان انتوا تستمتعوا بالعيد بتاعكم، وكل سنة وانتم طيبين، عيد فطر مبارك وأراكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.